السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على قضية بنت الفشوش اللي قامت بصفع قائد بمنطقة ولا بمدينة تمارا. إذا النيابة العامة تأمر باعتقال شابة اعتدت على قائد بتمارا. إذا حسب جريدة أشطري، فنشرت بأن أمرت النيابة العامة بالرباط باعتقال شابة قامت بالاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارا، إلى جانب توقيف مرافقيها، وذلك بعد انتشار فيديو يوثق الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين. ووفقا للمصادر، فقد تم تحديد يوم الأربعاء 26 مارس كموعد لأولى جلسات المحاكمة، حيث ستنظر المحكمة في حيثية القضية وتحدد المسؤوليات القانونية للمتهمين. وقد أثار الحديث كذلك المعروف إعلاميا بتصرفيقة القيد من قبل بنت الفشوش ردود فعل متباينة بين مندد بسلوك المعتدية ومطالب بتطبيق القانون بصرامة، وبين من دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين المواطن ورجال السلطة، ولا المواطنين عفوا ورجال السلطة. ويأتي قرار النيابة العامة في إطار سعيها إلى حماية موظفي الدولة أثناء أدائهم لواجبهم المهني وضمان احترام القانون وهبة المؤسسات. ومن المنتظر أن تحضر محاكمة متابعة كبيرة من الرأي العام المغربي وسط تساؤلات حول تداعياتها على العلاقة بين السلطة والمواطنين مستقبلا. إذن القضية بين يدي العدالة، وهي اللي أهل باش أنها تحدد التهم وتحدد كذلك الحيثيات ديال هذه القضية. فهذا الشيء اللي كاين. لكم التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.